الحرب الفيتنامية، ووسط مشهد درامي والرصاص طاير في كل اتجاه. الجنود الأمريكان كانوا في مواجهة عنيفة جدا مع الفيتكونج. المعركة كانت شديدة جدا، الموت في كل مكان والمصابين والجرحى مالين حقول الرز اللي اتصبغت بالأحمر. فجأة ظهر في المشهد 6 رهبان فيتناميين وسط الممرات الضيقة بين حقول الرز، ماشيين بهدوء وبرود أعصاب رهيب، لا خوف ولا توتر ولا حتى لفتة يمين أو شمال. الجنود من غرابة المشهد وفي ذهول منهم وقفوا ضرب النار، وما التفتوش لأي أوامر عسكرية جالهم بأنهم يكملوا الحرب. المشهد كان أقوى من أي أوامر، وكأن الرهبان دول كانوا ماشيين وسط حقول رز تانية في مكان تاني، مكان ما فيهوش حرب. جندي أمريكي اسمه ديفيد بوش بيحكي عن الموقف ده وبيقول: أنا بعد ما شفتهم فجأة حسيت إني مش قادر أكمل، وكأن كل مشاعر الغضب والرغبة في الحرب اللي كانوا جوايا اتبخروا في لحظة. المشهد ده الحقيقة بيوضح قد إيه المشاعر بتتنقل بين الناس زيها زي العدوى بالظبط. الانفعالات اللي احنا بنشوفها قدامنا بتأثر علينا حتى واحنا مش واخدين. وهنروح بعيد ليه؟ احنا نفسنا بنقول ده دايما لما نبص نلاقي يومنا مش لطيف أو في مشاكل، بتجري على لساننا جملة احنا اصطبحنا بوش مين النهاردة، وكأن ده إشارة إن في حد نقل لنا مشاعره السلبية اللي خلت يومنا يبقى بالشكل ده. في تجربة عملها الباحث السويدي أولف ديمبيتش، اكتشف فيها إننا لما بنشوف وش حد مبتسم أو غضبان أو حزين، عضلات وشنا بتتغير لا إراديا لنفس الحالة المزاجية اللي احنا شفناها دي، حتى لو ده ما كانش باين للعين المجردة. فكر فيها، انت نفسك لما بتقعد مع حد مكشر ومتضايق طول الوقت غالبا هتحس بتوتر وانك مش مرتاح، والعكس صحيح. لو حد مرح ودمه خفيف هتلاقي نفسك مستمتع بالوقت ومودك أحسن. طيب هل ده بيحصل بس بين الأشخاص الكبار؟ العالم دانيال ستيرك لاحظ إن حتى الأطفال الرضع بيتأثروا بمشاعر أمهاتهم. لو الأم مكتئبة الطفل هيكون قلقان ومتضايق، ولو الأم هادية ومبسوطة الطفل هيكون مطمن وهادي. والموضوع مش بس مقتصر على البيت. المدرس مثلا لو متحمس وبيتكلم بحيوية الطلاب هيكونوا متفاعلين ومتحمسين، ولو كان روتيني وممل أكيد مش هنتوقع عكس ده. طيب ازاي بقى ممكن نستفيد من كل الكلام ده في حياتنا؟ أول حاجة إننا نبقى واعيين لمشاعرنا والمشاعر اللي بنوصلها للناس اللي حوالينا. لو عايز الناس ترتاح معاك خليك إيجابي ومتزن، ولو حاسس بطاقة سلبية في المكان حاول ما تتأثرش بيها وخليك واعي. ولو لقيت حد قريب منك متضايق حاول تديله انت مشاعر إيجابية بدل ما تنجذب لإحباطه. احنا كلنا متصلين ببعض، مش بس بالكلام لكن بالمشاعر اللي بننقلها من غير ما نحس. فاكر مشهد الرهبان؟ الناس اللي عندهم هدوء داخلي يقدروا ينقلوا السلام حتى وسط الحرب والدمار. فكر في حياتك، في الأشخاص اللي بترتاح معاهم وفي الناس اللي بتستنزف طاقتك، وافهم إننا مش مجرد أفراد، إحنا جزء من شبكة مشاعر معقدة كلها متصلة ببعض، فاختار مكانك فيها. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتشاركني برأيك في الكومنتات، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.